تصريح يهز العالم من جوزيف بلاتر يتوعد فيه أنفانتينو وإيتو، ويذهب للمحكمة الرياضية من أجل الجزائر. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عاطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. بعد براءة رئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر من القضاء السويسري بعد 7 سنوات، فقد صرح جوزيف بلاتر منذ قليل وأدلى بتصريحات لصحيفة لوزيرن السويسرية وقال: لقد قام بعض أعضاء الفيفا بتشويه صورتي وأنا لم أفعل شيئا، ونشاهد هذا يحدث الآن في عالم كرة القدم. هناك العديد من القضايا ظهرت بعد اختفائه عن المشهد الرياضي، وشاهدنا ما حدث للمنتخب الجزائري مع المنتخب الكاميروني، والمؤامرة التي قام بها أنفانتينو مع سامويل إيثو والمغربي فوزي القجع بهدف ومن أجل إقصاء الجزائر. وأنا لو كنت متواجدا في الفيفا لمنعت هذه المؤامرة، لأنهم يعلمون جيدا من هو جوزيف بلاتر. وسوف أرجع للمشهد الرياضي من جديد، وأول هذه الملفات هو الملف الجزائري الذي سأفتحه أمام العالم، لأن هناك مؤامرة بالفعل وقعت في هذه المباراة، وسوف أذهب إلى المحكمة الرياضية من أجل إثبات تلك المؤامرة، وسوف أرفع دعوى على أنفانتينو وأيضا رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيثو من أجل استبعادهم من الحياة الرياضية، وسوف أرفع دعوى أخرى من أجل انتخاب رئيس جديد للفيفا، وسوف أترشح لهذا المنصب من جديد. وأعد كل الجزائريين أن المنتخب الجزائري سوف يكون مشاركا في كأس العالم القادمة، وسيتم إقصاء المنتخب الكاميروني لأن هناك فساد، ولدينا أكثر من دليل سيؤهل المنتخب الجزائري مباشرة للمونديال. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.